افرحوا يا حبايب، هللوا يا حلوين، اخيرا لقينا حل. البيت كان بيكهرب كله ومش هو لوحده، ده بيتنا وثلاث بيوت كمان في الظهر، لدرجة ان البيوت اللي جنبينا كانت عاملة محاضر. فالحمد لله زي ما انتوا شلتوا الهم معايا، جاية افرحكم وجبت لكم الكهربائي بنفسه علشان يقول لكم المشكلة كانت فين. ولان انا طبعا ما قدرتش اصور في الظهر، انا صورت لما كان عندي، وهوريكم برضو في اخر الفيديو الحاجة كانت بتنور ازاي. اثناء ما احنا كنا بنحل المشكلة كانت الكهرباء بتروح وبتيجي، والكهربائي كان معانا على التليفون بنقول له الكهرباء راحت، الكهرباء جت، لسه في كهرباء. فالكهربائي اهو معاكم، هيقول لكم ايه اللي كان حاصل. ما تنسوش بقى ترفعوا الفيديو ده باللايكات الكتير علشان يفيد ناس كتير، لان انا قلبت اليوتيوب ان الاقي حاجه زي كده ما لقيتش اي حاجه، واعملي انضمام في القناه علشان عيلتنا تكبر بيكي. ويلا بقى ندخل على طول ونشوف الكهربائي بيقول لنا ايه. بس بصراحه الله ينور عليك في موضوع الكهرباء ده. الحمد لله. الحمد لله. هي هي عدت عليك قبل كده؟ عدت عليك كتير. طلعت وصلت قلت له هي المشكله من البيت ده، هو حد قعد يعني يوميها. بس انت طلعت وقست ما كانش فيه كهرباء. فين؟ لما طلعت فوق عديت كده. لا ده فوق خالص كان الحديد ملمس. هو ايه اللي حصل بقى؟ اسمها المدخنه بتاعته، هو بتاعت الراجل اللي ورا ده، طالعه ملمسه في الحديد. طبعا هنا البيت وهو مبني في حديد ملمس مع حديد، يعني في ضفر حديد كده طالع لمس مع حديد على النص. هو ده بقى اللي عامل ماس. طب هم اصلا الكهرباء كانت عندهم من ايه؟ هو عنده البوتاجاز وفي فرد الكهرباء كانت ضربه في الحيط مع الميه والرطوبه، فعمل كهرباء الحيطان. زائد بقى البوتاجاز كان عامل كمان معاه مشكله. البوتاجاز الاشعال يعني؟ الاشعال نفسه. البوتاجاز مكهرب، الخرطوم بتاع الغاز فيه واير حديد متوصل فين؟ للمحبس الحديد. ايوه. طبعا كله حديد في حديد. تصدق في حد قال لي كده، قال لي شوف الغاز. قلت له غاز ايه؟ الغاز هيكهرب ايه؟ البوتاجاز. ايوه البوتاجاز يعني فصلت الاشعال الذاتي مفوت، الاشعال الذاتي مفوت فموصل كهرباء في الخرطوم، والخرطوم طبعا موصل في الحديد كله. زائد بقى الفرده اللي هي كانت ضاربه في الحيطه دي. يعني عملت الاثنين مش واحد. الاثنين ده يعني هي كانت كهربة الغاز دي حاجة غير كهربة الكهرباء. لان العلب هنا كانت كلها منوره، حتى الجدار بتاع السلم. بس الحالات اللي قابلتك قبل كده عرفت تحلها برضه؟ لا الحاجات دي ما اصلك على فكره انا حصلت عندي في شارع مصر، قعدت شهرين وفي الاخر اضطريت اعمل وصلة كهرباء خارجيه، وصلة ميه، لان كان هناك كان عندي معدن اللي هو المدفون، فقالوا لي عشان بقى تمنعي فاعملي بقى مواسير بقى خارجيه وخلاص، وما لقيناهاش حل، يعني ما حدش حتى عارف يحلها. عشان هي بقى تبقى عايزه بس الواحد ضربه مش بس انا قلت له هي الكهرباء جايه من البيت ده. هي كانت هناك الغلطه ان كل واحد يجي ياخد له لقطه ويمشي، فما فيش حد قادر يمسك الخيوط كلها. بالتالي هي بتبقى محتاجه حد ماسك كل الخيوط. انا والله جيت قعدت يوم بالكامل من الساعه 8 لحد الساعه 5. قلت له لا هو المكان هنا وشوفه، يعني لو كان كده اجي او اي حد يجي. هما برضو قالوا ان هناك كان في كذا بيت مكهرب. هو الواد قال لي عندنا مكهرب. قلت له بس غير الشقه دي فعلا ضيعت. بس فعلا كانت الشقه اللي فيها كهرباء مش مكهرباء؟ قال لي لا ما كانتش مكهرباء، مش هو حاسس بيه. يعني ولا البوتاجاز مكهرب ولا اي حاجه؟ لا. طب ما شكتش ان يبقى مش من هنا؟ الارضي كان عيب، مش مؤثر، هو مؤثر على المدى البعيد. طب ما شكتش ان ممكن يبقى مش الشقه دي ما دام مش متكهرباء تستبعدها؟ انا قطعت السلك هو اللي باين. هو اللي باين الكهرباء. بص يا ابراهيم هنطلع بقى الناحيه الثانيه. بس في كام بتاع؟ هما دول خلاص كده انا بس ايه؟ اثنينات ولا؟ دول اثنينات. انا هفتح بقى واحد هنا. احنا بقى يا بنات خلاص هنتجنن دلوقتي. هما راحوا الشارع التاني اللي في ظهرنا. بصوا مفيش كهرباء، وبعدين بيقولوا فيه كهرباء كده، مفيش ايه كهرباء اهي. بصوا البيت كله. بصوا انا بقيت نرمين خشبه واحنا اهو قاعدين اهو، ده نور اهو
نور. اللهم صلي. يا حلاوة. بصوا يا حلاوة. بصوا يا برام، اطفي يا برام، اطفي اطفي النور. بصوا ايه بتنور دلوقتي. طافت. ايه شغل الجنان ده بقى؟ طافت دلوقتي، طافت دلوقتي، طافت دلوقتي. احنا هنتجنن يا بنات. شوية طفت شوية شغالة. ايه ده بقى؟ احنا تعبنا. كهرب؟ طب ما هنا نفس العيب بتاع ده. ايه؟ نفس موضوع الارض والكهرباء. والتليفون عندي. لا انا ابو زمان امبارح قال لي انت حتى لو فصلتي انت في كهرباء عندك، يعني ملهاش دعوه بفصل الكهرباء. قلت له ازاي؟ قال لي شغال الكهرباء بدل الارض. قال لي المفتاح ده بيفصل الارض ما بيفصلش الكهرباء، فملوش لازمه. الله يبارك لك يا استاذ محمد بجد، يعني كتر خيرك وبدعي لك. كل البيت بيدعي لك علشان انت عملت يعني ايه بالنسبه لي انا حاجه كبيره قوي، لان انا قبل كده مرت عليا وجبت كهربة الناس كلها بتوع اللي بيفهموا في الكهرباء كلهم، يعني حتى شركة الكهرباء ساعات شقتي القديمة جت مرتين وثلاثة وما عملتش اي حاجة. والشارع اللي ورايا لما عملوا المحضر عملوا جابوا 3 مرات بتوع الشركة بتوع شركة الكهرباء وشركة الغاز، عشان برضو الغاز كان بيكهرب، وقالوا لك دي حاجة خارجة عننا احنا ملناش دعوة بيها ما نعرفش حاجة. فالله يبارك له. هو يعني ايه كان مصمم زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ان هو يحلها. يعني هو قعد من الساعة 8 لغاية الساعة 5 يوم كامل يلف في كل البيت بتاعنا خطوة 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 خطوة، لغاية ما البيوت اللي جنبينا كمان اشتكت. يعني غاب يومين 3 لغاية ما البيوت اللي جنبينا اشتكت وما عرفوش يحلوا المشكلة. فاتصلنا احنا بأستاذ محمد ناخده ونوديه البيوت التانية عشان يقدر يحلها، لان هما جابوا كذا كهربائي وكذا والشركة بتاعة الكهرباء وشركة الغاز ومحدش عارف يحلها. وانا صراحة ما كنتش راضية اقول على اللي حصل لي هناك استاذ محمد عشان ما ييأسش، لان انا ما اتحلتش. حتى انا كنت اكتر واحدة حصل لي اكتئاب، لان انا عارفة اللي حصل معايا قبل كده، فاللي هو مش هيلاقي حل، فكنت مرعوبة. طب هعمل ايه؟ ما كل الوصلات عندي بلاستيك، هعمل ايه تاني؟ طب هناك كان السبب ان حديد فعملت بلاستيك منعت الكهرباء. انتوا بصوا شايفين هنا دي الطفايه بتاعت السخان كانت بتدي شرارة كهرباء برضو. دي في بيتنا احنا يعني دي بتاعتنا. فسبحان الله. فيلا بقى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو واشوفكم على خير في فيديوهات